لو حابب تتفرج على ملخص أول 4 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بتبدأ الحلقة الخامسة والسفاح جابي البار بأمه عمال بيدهن لها رجلها، وهي بتسأله وبتقوله فادية فين يا جابي؟ بصلي وقولي فادية فين. فهو بصلها بصة غريبة كده وقال لها هجيبلك واحدة غيرها، على أساس إن فادية دي قطة أو كلبة أو زيعة مش بني آدمة. فأمه سألته تاني وقالت له فادية فين يا جابي؟ وجمال فين؟ جمال ده اللي هو السواق اللي كان بيوصل لهم الطلبات ويروح يسأل على فادية، فقام جابي يخلص عليه هو كمان. وامه سألته تاني طب عبلة فين؟ عبلة دي مياته اللي هو خلص عليها هي كمان. ولما امه ما لقيتوش بيرد عليها قامت اديته بالقلم. فهو قام قال لها انت شكلك مكلتيش، اما اقوم اعمل لك اكله تاكلي صوابعك وراها. وبعد كده جابي بيسيب الدنيا كلها وبيروح لزينة اللي ما بيتاحش غير معاها، وهي بتقول له ما تقولي كده حدوته من حواديتك يا سفاح الجيزة. فقام حكى لها على حدوتة يوسف صاحبه اللي كان مسافر الخليج يشتغل ويشقى ويتعب، وحب يستثمر فلوسه عشان لما يرجع مصر يبقى مرتاح. فجابي خد فلوس صاحبه وعشرة عمره ونصب عليه. ولما يوسف قال له حقي فين قام جابي مخلص عليه. ومش بس كده، ده انتحل شخصيته وراح اتفق مع الحاج سيد الطويل اللي كان يوسف بيكلمه من الغربة على اساس انه يشغل له فلوسه معاه. والحاج زي العبيط صدق ان ده يوسف اللي كان بيكلمه، لحد اما السفاح اما خلص على مراته واستولى على المصنع كمان وبقى عايز يخلص من المصنع ويبيعه. وراح فعلا واتفق مع واحد كان عايز يشتري المصنع. ومش بس كده، ده خد منه عربون كمان، واتفقوا ان يومين بالظبط ويمضوا العقود. بس الراجل اللي كان هيشتري المصنع ده ليه ابن اخته ظابط، فعشان يطمن بعتله بيانات يوسف. في نفس الوقت ده البوليس اخيرا بدأ يشوف شغله ويجمع الخيوط، ويكتشف ان جابي هو يوسف، ويتفقوا مع الراجل اللي كان هيشتري منه المصنع انه يدحلب يوسف لحد ما هما يقبضوا عليه. والراجل كان مستنيه في الميعاد والزمان المحدد في المصنع، والمكان كان مليان ظباط ومخبرين. فقام الراجل اللي اسمه صادق اللي شغال في المصنع اتصل بيوسف وحذره، وقام يوسف حاول يهرب من البوليس وفضل يجري والبوليس يجي وراه لحد ما قدر يهرب منهم فعلا. ده كله ملناش دعوه بيه، اللي جاي بقى هو الصدمه اللي بجد لما بيروح البيت اللي خاطب فيه زينة، وبنكتشف انها طول الوقت ده ما كانتش بتحبه اصلا، وانه كان خاطفها غصب عنها، وانه عمل كده عشان هي بس ما بتحبوش وهو كان بيحبها وبيموت فيها. ولما لقاها ما بتحبوش قام خطفها وقعد يعذب فيها. ولما قال لها يلا احنا لازم نمشي من هنا، هي قالت له لا مش همشي معاك انا بكرهك. فقام هو مولع في البيت باللي فيه، وما نعرفش ليه عمل كده الصراحة، غير انها لقطة من المخرج والمؤلف. بس طبعا البوليس بيوصل قبل النار ما تحيق زينة، وساعتها بقى بينقلوها على المستشفى، وبيقولوا لأهلها على الحقيقة، وان محي ده هو سفاح الجيزة وانه عمل بلاوي قد كده. واخت زينة سابت كل حاجة، وبعيدا عن اداها الاوفر ده جدا ما كانش هاممها اي حاجة غير انها راحت سألت الضابط هل حصل علاقة بين جوزها السفاح وبين اختها ولا لا. بس الضابط قال لها ما ظنش، لان مفيش اي اعتداء جسدي عليها، بس لما زينة تفوق وتتكلم هنفهم منها كل حاجة. وفعلا تاني يوم زينة بتفوق وبتقعد بقى تشرح كل حاجة للضباط والدكتور النفساني اللي جابوه عشان يفهم ويشخص شخصية جابي السفاح. وقالت لهم ان اول مرة شافت فيها جابي كان مع اختها سلمى، ومن ساعتها بقى وهو اعجب بيها، ومثل عليها دور انه يعرف ناس منتجين، واستغل حبها للسينما والتمثيل ودخل عليها من السكة دي. بس هي كانت كل مرة بتلاقيه بيحاول يقرب منها هي تبعده وتصده، لحد ما زهقت منه خالص وقالت له لو ما بعدتش عني انا هقول لماما وبابا وسلمى على اللي انت بتعمله. ومن ساعتها وهو ما بقاش يضايقها، واتجوز سلمى اختها، وعدى على الموضوع ده يجي سنة او اكتر، لحد اما في يوم اقنعها انه لقى منتج خليجي هيعمل مسلسل في دبي، وجاب لها ميعاد تقابله، وفعلا قابلته وقبلت في الدور. واهلها ما كانوش موافقين تسافر لوحدها، فخلت يوسف يجيب دور لصاحبتها هالة، يمكن اهلها يوافقوا انهم يسافروا مع بعض. وفعلا يوسف جاب لهالة هي كمان دور، ولا كأنه هو المنتج يعني. ما علينا من ده كله، بعد ما ضحك عليها قام خطفها، وما جابوش خطفها ازاي غير انها صحيت في يوم لقت نفسها في بيت غريب ومربوطة من رجليها، ويوسف ده هو اللي خاطفها.
وقبل الحلقة السادسة ما تخلص بنلاقي ام جابي بيتكلموا في التليفون وبتقوله تعالالي دلوقتي محتاجالك، فقال لها ماشي انا جايلك في الطريق اهو. وبنلاقي البوليس قاعد جنب منها وبتخلص على كده الحلقة السادسة. بس برغم كمية الأحداث اللي في الحلقتين دول إلا إن في بعض الأخطاء برضو اللي مش قادية تدخل مخ الواحد، زي هو خلص على صاحبه اللي كان في الخليج ده إزاي، وإزاي بالسهولة دي انتحل شخصيته. ده حتى الراجل اللي اسمه سيد الطويل ما شكش فيه خالص. بلاش ده كله، إزاي زور بطاقة صاحبه، وإزاي زور بطاقة محي ده كمان، خصوصا ان الاحداث ما بين سنة 2013 لسنة 2018، يعني 5 سنين عايش بثلاث بطايق مختلفة. ده كله ولا البوليس ولا اي حد اكتشفه. الموضوع صعب جدا يتفهم او يتصدق. تاني حاجة، البوليس لما هو عايف البيت اللي خاطف فيه زينة ما راحلوش على طول ليه استنوا الراجل يقابله في المصنع؟ تحس ان المؤلف والمخرج مهتموش بالتفاصيل قد ما اهتموا ان المسلسل يطلع ترند وخلاص. ثانيا وده الاهم، الاحداث اللي بتحصل دي هل كلها حقيقية ولا نصها مش حقيقي اصلا؟ شايف بصراحة ان المسلسل كان المفروض يتقدم بصورة افضل من كده، لان السفاح شخص عادي جدا وقصته حقيقية، فلازم كان المسلسل ينبه الناس من خطورته عشان محدش يقع في نفس الغلط تاني. وبيخلص الفيديو على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس اعمل كومنت عشان ابطل.